السلام عليكم حبيباتي، كي راكم؟ ان شاء الله تكونوا بخير وعلى خير وانتم تشاهدوا في الفيديو تاع اليوم جيت نشارك معكم هذه الوصفه بزاف سهله وبزاف بنينه تاع السيجار مقلي يجي ناجح 100% من اول تجربه. اللي جا ما يجربته تجربه بهذه الطريقه غادي ينجح معها وما يجيكمش كامل شرب بالزيت كما راكم تشوفوا فيه، يجي ناشف من داخل وطري كما راكم تشوفوا فيه حبيباتي. ما تحسبوش كامل باللي قليتوه في الزيت، ما يجيكم لا يقهم لا والو، وغير بحبه بيض مقاديره بسيطه جدا. تبعوا معايا الوصفه، نروحوا نبداو بسم الله. عندي هنايا حبه تاع بيض تكون متوسطه، ماشي شرط تكون كبيره بزاف. زدت عليها رشه تاع الملح مع فنجان تاع السكر. هذا الفنجان تاع لاتاي حبيباتي. هذا اللي غادي نعبر به كاع المقادير تاعنا. كما شفتوا ضفت السكر وزدت عليه مغرف معمره مليح تاع لافاني. هنا لي عندها قشور تاع الليمون، تضيف لافاني وتزيد قشور تاع الليمون يعطوها ذوق بزاف بزاف بنين. كيما شفتوا خلط هذاك السكر مليح 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 مع البيض حتى حسيت هذاك السكر دابلي والخليط تاعي بيض كيما راكم تشوفوا فيه. بعد ما خلطتهم مليح كيما شفتوا نزيد نضيف فنجان تاع الزيت. كما قلت لكم دائما العبر تاع اللي درت به السكر ندير به الزيت كيما راكم تشوفوا بهذاك الفنجان تاع لاتاي. وتقيس لكم كميه كبيره حبيباتي. خلطت مليح هذاك الزيت حتى تجانس لي مليح مليح، ومن بعد نزيد ثاني نضيف الحليب نفس العبر كما شفتوا، نفس الفنجان عبرت به الحليب. حليب يكون عادي بارد ماشي حامي ولا. خلطهم مليح حبيباتي كما راكم تشوفوا. ونروح نجيب النواشف. وصفه بزاف سهله وتجيكم بنينه وفي وقفه توجدوها ما تشدش كامل الوقت. هنا جبت الفرينه اللي تكونوا مغربلينها مسبقا طبعا، ووحده تاع ليفيغ شيميك حبيباتي. هنايا العبر تاع الفرينه على حسب ما تلم لكم العجينه، ما درتكمش العبر تاع الفرينه. انا خلطت شويه بالفوي ومن بعد بديت نستعمل في يدي باش هكا نعرف العجينه تاعنا لا خاصها الفرينه ولا ما خاصهاش. كيما شفتوا درت يدي وبديت نلم في لاباط تاعنا وما تعجنوهاش باش ما يجيكمش ملكد من داخل. كيما راكم تشوفوا غير لموا لاباط تاعكم عادي كيما من نديروا الكاطو عادي. هنا غير تلموا العجينه تاعكم حبيباتي، تحبسوا ما تقعدوش تدلكوا فيها ولا تقدر دلكتوها غادي ما يجيكمش شباب، يجيكم معجن من داخل. كيما شفتوا تقعدوا تضيفوا في الفرينه غير بالتدريج وراكم تلموا في العجين تاعكم حتى نتحصلوا على عجينه تكون طريه ونقدروا نتحكموا فيها ونشكلوها كيما نبغوا. كيما شفتوا انا راني غير نلم فيها ما رانيش نعجن فيها حبيباتي. هذا هو القوام تاع العجينه تاعنا، تجي طريه كما شفتوها وتتشكل معنا بسهوله. هنايا نشكلها هكا على الشكل تاع السيجار كما راكم تشوفوا فيه. هنا ما تكبروهمش بزاف، ديروهم متوسطين كما راكم تشوفوا فيهم. شكل كاع الكميه تاعي حبيباتي ونروح ندير مقله ولا كسرونه ولا ندير فيها كميه تاع الزيت تكون مليحه ونخليها تسخن لي على نار تكون قاويه. هنايا مين تبغوا تقلوا لي سيجار تاعكم لازم تكثروا الزيت باش يطيبوا لكم مليح. عفوا. كما شفتوا شكلت معكم هنا شعال من حبه. حاولوا ديروا كاع الحبات تاعكم كيف حبيباتي باش يجيكم كاع متساويين كما راكم تشوفوا فيهم. هنا رقوهم في الاطراف في الوسط خلوهم شويه يكونوا غلاظ بهذا الشكل حتى نكملوا كاع الكميات تاعنا. قلت لكم انا بديت نشكل فيهم ودرت الزيت يحمالي باش كي نكمل يكون الزيت حمالي نبدا نقلي ديريكت. شوفوا هنايا قلت لكم الزيت درته على نار قويه، من حمالي نقصت لها النار وبديت نقلي في الحبات تاوعي حبيباتي. لازم تنقصوا النار خاطر لا خليتوها نار قويه غادي يطيبوا لكم من برا يحمروا وداخل يقعدوا لكم معجنين. على هذيك لازم ديروهم على نار قليله ولا شويه متوسطه وتقلوا الحبات تاوعكم خاطر الزيت ديجا راهي سخونه. كما شفتوا درت كاع الحبات تاوعي بهذا الشكل وبديت نقلي فيهم. قلت لكم نقيس لكم كميه مليحه وغير بحبه تاع البيض. شفتوا مقاديرها بسيطه.
وهنايا من تسيبوا الحبات تاعكم احمروا بداو تقلبوا فيهم وما تقولهمش النار حبيباتي، راني نقول ونعاود خاطر لا قويت لهم النار ما غاديش ينجحوا معاكم يجوكم خضرين من داخل. والحبات تاعنا يجونا كاع مشقين ويجو شابين ولا اروع، خاطر السيقاله ما لقيتوش حبه تفلقت لكم وشقت لكم عرفوه بلي مشي ناجح. كي تسيبوها كيما هكا نشقت لكم من الفوق وتفلقت عرفوا بلي السيقار تاعكم راه ناجح 100%. كيما راكم تشوفوا فيه انا بديت نقلب في الحبات تاعي اللي طابوا اللي نلقاها طابت نقلعها ونروح نضيف الكميه اللي بقات لي نزيد نطيبها. وما يجيكمش كاع شارب بالزيت حبيباتي، صدقوني ما يجي شارب ولا قطره تاع الزيت. كما شفتوا انا حمرت مليح بهذا الشكل. وصفه بزاف سهله وتوجد في وقفه، ما تشدلكمش الوقت، ديروا البلاصه تاع القهوه يطيب وتروحوا تحضروها بالخف في وقفه كاع ما تشدلكمش الوقت حبيباتي. هنا كما قلت لكم كملت الكميه تاعي اللي بقات لي راني نطيب فيها بهذا الشكل، ونقعد بنفس الطريقه حتى نكمل كاع الكميه اللي راهي عندي. شوفوا لي هذاك اللون اللي يديه يجي محمر ولا اروع. شوفوا حبيباتي هنايا بعد ما كملت الكميه تاعي كما راكم تشوفوا فيها خليتها بردت لي تماما حتى برد لي مليح. وهنايا كاين اللي ما يبغيش يدير هذه المرحله يديره ديريكت في السكر غلاس ويرمده في السكر غلاس عادي في السكر رطب. كما انا بغيت نرمده هنايا في الكاوكاو مطحون. كانت عندي شويه تاع العسل دهنته هكا بالبانسو بالعسل كما راكم تشوفوا ورمته في هذاك الكاوكاو. هنا كاين اللي يبغوا يغطسوا الحبات تاعهم في العسل، انا ما نبغيش كي يكون مغطوس في العسل، على هذيك غير دهنته غير من الفوق هكا بالعسل ورمته في الكاوكاو يكون محمص ومطحون. كما تقدروا ترمدوه في القفرات يكون مطحون تاني يعطيكم ذوق ولا اروع. واللي ما يبغيش كاع هذه المرحله تاع العسل وكاع يديروه كما كنا نديروه بكري عادي قلت لكم بالسكر رطب كما شفتوا بهذا الشكل. نقعد نرمد في الحبات تاعي في العسل ومن بعد نزيد نرمدهم في الكاوكاو حتى نكمل كاع الكميه اللي تكون عندي. وكما شفتوا غير بحبه تاع البيض تقيس لكم كميه كبيره غادي تاكلوا كاع العائله تاعكم وتبقى لكم. كما راكم تشوفوا فيها نكمل كاع الكميه اللي راهي عندي حبيباتي بنفس الطريقه. يجي بزاف بنين سيرتو كي ديروا له الكاوكاو محمص يجي ولا اروع، يزيد له في الذوق بزاف. غير جربوه بهذه الطريقه ورجعوا لي خبر. طريقه جيت سهله وبسيطه وشوفوا الشكل تاعو تحسبوش كاع باللي سيجار يجي الشكل تاعو راقي ويجي بنين ولا اروع حبيباتي. غير جربوه وعينيكم مغمضين بزاف بنين. وشفتوا المقادير تاعو بسيطه جدا حبيباتي. دوك نحل معكم حبه باش هكا تشوفوا الحبات كي جاونا من داخل يجوا ناشفين ولا اروع ماشي شابين ولا قطره تاع الزيت. ان شاء الله الوصفه تاع اليوم نالت اعجابكم حبيباتي. اللي دخلت عندي جديده للقناه ما تنساش ديري ابوني وتفعل الجرس باش يوصلها كل جديد. ومع السلامه.